بالله نتوكلوا على ربي ان شاء الله نتوكلوا على ربي. شفت نهار اللي قريت سورة القلم الواحد، سورة القلم فيها واحد الآية. ايوه. وشنو هي؟ على هذيك جبت السورة كاملة. نون والقلم، نون والقلم يا ربي، والواو قسم، والضحى والفجر وتلقوا الواو في القرآن. يا ربي قسمتها، والليل إذا يغشى، والضحى، نون والقلم. أعلاه فيها آية وإن لكم لموعدا إلى يوم، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. بهذه ذكر مثال ذكر القرآن من هنا ليوم القيامة راح يتبدل، ما مستحيل. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خشعت أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. كتعود حافظ القرآن وتنبعت بالأخرى تحط تطلب. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ولا هم حافظين الغيب تاع رب العالمين ويدرسوا على الناس. أم لهم الغيب أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. صاحب الحوت سيدنا يوسف. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقنك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هاي الختام تاعها وهي من الأول تبدأ نون والقلم وما يسطرون. جبتها لك أم لكم أيمان علينا هي على هذه الآية. قريت له الصورة هذه حتى وكاين حاجة قريب نلحق لهذه الآية باش نقولها له كما قلت لك. قال لي خلاص حموالدك بارك الله فيك. صافي كفاية. درك انا كنت نحوس غير باش نلحق على هذه. صافي ما كملتهالوش. علينا بالغة إلى يوم ذكر القرآن كما قلت لك أنا قبيل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. على من تكبر على هذوك اللي راهم يعلموا العلم ودار واحد يدرسوا على الناس ويمدوا لهم الفائدة. هذاك لو كان يزلق زلقة صار له كالعباية البيضاء لو كان غير غلطة صغيرة يعودوا الناس يا هذا اللي كان يقول لنا يعودوا هاربين منه. هذا كيفاه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع أمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شوف رب العالمين ولا في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام كل الناس تقرأ القرآن وثم يعاودوا يرجعوه بالقرآن تاعو. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شاء الله. هاي في سورة البقرة هذه الآيات اللي اعطيتهم لك وهذيك انت في القلم هذيك. يا اخويا ربي ينورك انسان بسيط بالصحة ربي ما شاء الله يا اخويا موسوعة. الله يبارك الله يبارك. واش تقول الشباب ربي تاع هذا عندنا عيون نروح على هذيك. واش تقول الشباب تاع نقول ودي نقول انا والله العظيم ديك النهار فاتح له واحد مولا حانوت قال لي ربي واش نتمنى من الدنيا قلت له نتمنى التالي من الناس اللي يكون عنده 14 ولا 15 سنه يكون حافظها من قول عيد برب الناس اللي ياسين باش كي نقول انا ياسين يقول لي هو بالقران العظيم يعطيك الصحه يقول له طه يقول لي ما انزلنا عليك نقول له كها يا عن صاد يقول لي ذكر رحمه ربك نقول له ايها المدثر يقول لي قم فات اي كلمه كي نجبد كلمه يشد معايا الكروشي قد هذا واش نتمنى ان شاء الله. امين يا اخي امين يا اخويا بارك الله فيك وربي ينورك ان شاء الله وصحه رمضانك وبارك الله فيك. بس على الاقل كيفاش واحد يعرف نقولوا انت مثقف ودرت حاجه شويه غلط باش على الاقل هو كيجي يغلط تقول له انت حافظ اكثر مني انت حافظ ياسين
يا خويا يرحم والديك وبارك الله فيك وكتب خيرك ورمضان كريم. وان شاء الله هي العلم هو فوق من الدنيا. يعطيك الصحة. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما ينفعك لا دراهم الا يا خويا يرحم والديك. يوم يفر المرء من اخيه وامه يوافيه نهار اللي تعود الحياه تشدد تعود هارب من ابويا كلها. كاين وصل راك وسهل سهل صعيب صعيب بالتطبيق. والقرآن صعيب أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة. هو القرآن كامل أمانة بين الناس. وهو هذا اللي يحفظ القرآن راه رسول. يا أيها الرسول بلغ ما أوحي إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. كذب. وهي هذا الاعتسال كنت هذوك لازم تزيد تمدها واللي تمدها له قول له زيد مدها.